الو. الو، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذه مروه؟ بخير، اهلا بيكي، اتفضلي. كنت عايزه اعرض مشكلتي. اتفضلي، انا سامعاكي، اتفضلي. آه الاول يعني مش عارفه ابتدي منين لان متوتره شويه، معلش. ابتدي من ما انت عايزه، اتفضلي، انا سامعاكي. انا عندي بنت يعني كبيره. امم تمام. ممكن ما اقولش اسمي صح؟ ما تقوليش اسمك يا فندم، قولي لي المشكله. ايوه انا عندي بنتي، انا اصلا كنت مطلقه يعني امم واتجوزت واحد تاني. انا عندي بنت كبيره يعني في الثانوي العام امم وطبعا دخلت بقى صدمه الثانوي وكده، فاتعرفت على بنات جديده وكده، فخدوا صور ليها وعملوا عليها حاجات وحشه قوي يعني. مين اللي خدوا صور ليها؟ اصحابها؟ ايوه المفروض ان هم اصحابها بس هم مش اصحابها يعني. وخدوا الصور ازاي؟ من على الموبايل. يعني هي كانت بتسيب موبايلها لاصحابها؟ ايوه عادي. امم سرقوا الصور اللي عليه. هم خدوا صوره وفيديو فاهمه، وممكن يكونوا خدوا الصوره من على الواتس عادي، صوره عاديه امم اتعمل عليها فيديو باين قوي ان الفيديو الاولاني فيك. تمام. التاني بقى مش باين خالص انه فيك يعني. لو انا مش عارفه جسم بنتي، لو انا مش عارفه جسمها هصدق ان هي. يعني هم ركبوا على وش فيديو على بنتك فيديو. فيديو يا ف... فيديو لحد تاني، جسم حد على وش بنتك. ايوه في صوره تركبت على فيديو باينه انه تركيب، لكن امم خدوا فيديو مدته تقريبا يعني 4 ثواني. ماشي، حطوها على فيديو 14 ثانيه. الاربع ثواني بتاع وشها هم وشها، ال10 ثواني التانيين بقى حطوها على جسم حد تاني. فاهماني؟ امم يعني مش عارفه اشرحها لك اكتر. انا فاهمه. يعني انا عايزه افهم حاجه، كان في عداوه؟ حصل خلاف بينهم؟ لا لا، اتخانقوا؟ غير البنات، هي اصلا لحد دلوقتي مش فاهمه حصل كده ليه. يعني ايه اللي امم حصل؟ ايه اللي حصل ان هم يأذوها؟ هم ما اذوهاش لوحدها. طبعا في ناس. اذوكي معاها واذوا طبعا. كل اللي حواليها. انا بحارب يا استاذه مروه لوحدي. انا اقرب الناس اتكلم في عرض بنتي. اقرب الناس ليا. امم يعني انا مفيش حد واقف جنبي بعد ربنا الا اخويا. ماشي، اخ واحد بس، اللي هي اتنين بس، هو اخ واحد اللي واقف. امم اخويا وابن عمي وجوزي اللي هو مش ابوها. جوزك الحالي اللي هو جوزي اللي هو اللي موجود معاكي دلوقتي؟ باباها اصلا. اه. فاهماني؟ ابوها باباها فين؟ شر وعمل مشاكل كتير وفضحنا يعني. مم. فالبنت انتحرت. لا حول ولا قوه الا بالله. اتفاجئت ان هي خدت سم، بس الحمد لله اتلحقت يعني، الحمد لله. مم. دخلت في دور اكتئاب. كانت هتموت، مش قادره تواجه. مم. كلنا بنقول لها خروجي. انا نفسي كنت بقوي فيها وانا عايزه لحد دلوقتي حد يقويني يا استاذه مروه. الموضوع ده من شهر 11 اللي فات. مم. عايزه اقول لك انا بحاول اوصل لها، ما كنتش عارفه. ما خدتيش لما اي اجراء قانوني؟ خدت يا فندم، والمحامي مم. باعني ليهم. وابو البنات دي، هم كام بنت البنات دي يا فندم. لما عملوا كده، تمام، مم. الولد اللي عمل لهم كده عمله لهم مجامله. هو اصلا هو يعرف بنتي شكلا لانهم مع بعض في المدرسه، بس هو مم. مش زميلها واكبر بسنه. عملوا البنت اللي كان بيحبها مجامله عشان تفضح بنتي. انا مش فاهمه. وابو الولد جه هنا البيت عندي وقال مم. لي اللي انت عايزاه وانا عنده، هم يعني معاهم فلوس فاهمه. عايز يراضيكي بقرشين؟ ايوه عايز يراضيني. قلت له والدتي موجوده الحمد لله. قالت له احنا موافقين نتراضى بس لو جبت بنتك وعريناها وصورناها وفضحناها. يعني واحده قصاد واحده بقى عشان تحس بالنار اللي احنا فيها. ايوه هو ما عندوش احساس. هو لو عنده احساس ما يطلبش طلب زي ده. وكان ايه الفيديو اللي كانت بنتك حاطاه على التليفون؟ يعني فيديو خاص بيها وهي في اوضتها يعني مثلا لا، فيديو مصوراه عادي في البيت. مم. الخلفيه اصلا مش بتاعتي خالص. مم. فيديو عادي بلبس عادي بيتي على تليفونها، مش نشراه. الفيديو بتاع البنات اللي هو التيك توك ده مش مم. نشراه، ممنوع تنشره اصلا، احنا من ارياف يعني. مم. محتفظه بيها على تليفونها. مم. على تليفونها هي وهم الفيديو اللي ركبوه خلوه فيديو يعني مبتذل، خلوه فيديو جريء؟ ايوه فيديو جريء جدا. عريانه. اه. عريانه. يعني انا لحد دلوقتي اقسم بالله، اقسم بالله مصدومه. ورحت فعلا عملت بلاغ مم. في مباحث الانترنت ومشي والحمد لله. يعني هو فعلا مش هي، فاهماني، في الورق يعني والكلام ده. مم. مش هي، وفي ناس متورطه في الموضوع ده، بس احنا بقالنا
لما حصل لها كده ودخلت وجالها اكتئاب، جوزي سفرنا عملنا عمره وهي جت معايا. كم بنت عملت كده في بنتك؟ ده جولنا لحد البيت وهددونا، هددوها هي قدامي. البنات دي؟ اقسم بالله هددوني في البيت انا وبنتي. قالوا لكم ايه؟ هفضحها، وكانوا جاييني عشان انا اموتها. يعني ايه؟ شوفي بنتك بتعمل ازاي، شوفي بنتك شوفي بنتك شوفي بنتك. يعني لسه مستمرين في الكذبه؟ ايضا لحد دلوقتي الست، البنت اللي هي امها اللي اساسا من عندنا، اللي كانوا سبب في الفضيحه اللي في البلد، لحد دلوقتي بيتكلموا في حقنا. انا مش قادره يا فندم، انا مش قادره ادافع عن بنتي. انا اقسم بالله ماشيه عامله جامده، بس انا مش جامده، انا مانيش جامده خالص. انا مش عارفه اواجه. يعني البنت ممكن تكون اتخطت شويه لما عملنا العمره وجينا وراحت هي المفروض خلصت ثانويه عامه ولا لسه؟ لا، في ثانويه عامه. لسه في سنه ثالثه دلوقتي؟ لا مش في ثالثه، في ثانيه. ايوه. لا مش في ثالثه والله. بس هي بصي، طيب قولي لي الموضوع وصل لفين قانونا؟ وصلنا لفين؟ او انت محتاجه مساعده ايه اقدر اقدمها لك؟ انا عايزه مساعده، لان انا مش عارفه وصلت لفين قانونا. انا ما عدتش عارفه اعمل ايه. طيب المحامي يبعني يعني بالاختصار كده. طيب انا هساعدك، هخليكي معايا في الكنترول، اديهم كل رقمك وهياخدوا بياناتك. انا هساعدك وهجيب لك محامي، المحامي المختص بالبرنامج هخليه يتواصل معاكي، وهو اللي يمشي بالاجراءات القانونيه. دي نقطه عشان ان شاء الله حق بنتك يرجع. لكن احنا في كارثه حقيقيه، كارثه اسمها الذكاء الاصطناعي او الاي اي او الديب فيك. خاصيه الديب فيك، احنا فجاه نمنا صحينا لقينا بالخاصيه دي ممكن اي حد يعمل اي حاجه، لمجرد ان انت منزل صوره ممكن تتاخد الصوره يغيروا لك لبسك مكانك، يعملوا بيها اي حاجه، ومحدش يعرف يفرق بين الكذب من الحقيقه. احنا بجد في مهزله، ربنا يسترها علينا يا رب من اللي جاي. مش عارفه ايه اللي ممكن يحصل. في بيوت كتير قوي اتخربت بسبب الاي اي، في بيوت كتير قوي اتخربت بسبب خاصيه الديب فيك. بنات كتير قوي بيتعرضوا كل يوم للمصايب زي البنت دي، بنت ممكن مستقبلها كله يتدمر وهي مظلومه، وفي غيرها كتير. يمكن هنا الام حبت تتكلم وحبت تقول، في امهات بيحصل كده ليها ولبناتها وبيسكتوا عشان ما يكبروش الموضوع. لازم يكون في حل، لازم الجهات المسؤوله يبقى في نشاط اكتر من كده في الموضوع ده بالذات. لازم القواضي دي يتاخد فيها اجراء سريع قوي، ويتحاكم على كل بني ادم بيسبب اذى لبنته ويفضحها حتى لو البنت مذنبه. تخيلوا ان لو حتى البنت مذنبه مالكش انك تهتك سترها، مالكش انك تفضحها، فما بالكم لما تكون بنت قاعده في بيتها لا بيها ولا عليها، تلاقي نفسها متركب لها صور وبيتقال عليها كلام ما يصحش، الناس بتخوض في عرضها واكن الامر عادي. فانا لو سمحتوا النهارده من مكاني هنا بوجه رساله للجهات المعنيه، لازم الموضوع ده يبقى في اسرع وقت بيتحاكم. لازم اي حد بيعمل كده يتحاكم، ويبقى كلنا عارفين انه اتحاكم عشان يبقى عبره ويكون حكم يستاهله كده، وبيبقى بشكل سريع. انا بجد بستغرب قوي لما احيانا الاهالي بتروح يقولوا لهم لا والله اصل انتوا مش عارفين الرقم، اصل هو كان واخد الرقم باسم حد تاني فمش هنقدر نساعدكم. طب ما طبيعي ان اي حد هيجيب رقم جديد عشان يهدد وعشان يبتز، مش هيهدد من رقمه. فارجوكم الجهات المسؤوله لازم في اقرب وقت تحل لنا الازمه دي، عشان مش كل ما التكنولوجيا تتطور المفروض ان احنا نعيش في رعب ونعيش في وما نتكلمش. ارجوكم عشان بنات كتير قوي لازم تعيش وهي رافعه راسها.